ازاي حد ممكن يسحب ويسرق فلوسك وانت الكارت بتاعك في جيبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو هنبدأ سلسلة ان شاء الله التوعية عن الموضوع ده، ونتكلم فيه الموضوع ده كتير لان بتحصل كوارث وحاجات كتيرة في النظام الجديد. طبعا بنوك بنك، انا اتكلم طبعا بنك مصر، بنك الاهلي، طبعا احنا لان مجربين الحاجات دي. وفي البداية كده صديقي، ما تنساش تدعمنا وتعمل لنا مشاركة للفيديو ده عشان يوصل لأقصى عدد من الأشخاص عشان الكل يستفيد والتوعية تعم على الكل. طبعا النظام الجديد اللي هو نازل دلوقتي اللي هو نظام الفيزا كارت، اللي هو بيبقى عليه اللي هو شرطة 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 زي علامة الواي فاي كده، بيبقى على وش الفيزا. طبعا دلوقتي كان الأول بتروح تسحب، لو رحت اي سوبر ماركت بيقول لك طبعا عايز طبعا اديني بيضرب المعلومات القيمه عنده، واللي بياخد طبعا الكارت ويمرره عنده المكنه، وبعد كده يقول له خد اكتب الباسورد بتاع. دلوقتي الموضوع ده لغت النظام اللي هو الجديد اللي سلك اللي عملوه ممكن يسحب من غير ما يعني الباسورد ولا الكلام من طبعا الفيزا دي يعني منها انواع كتير، منها اللي هو الحساب العادي اللي طبعا ده بس توفير، اللي هو ده افضل حاجة نتعامل منه عليه ميزة موبايل انترنت. طبعا استخدام الانترنت برضو بس، لكن ما بتسحبش، ما بتروحش مثلا تشتري بيه مشتريات مثلا من سوبر ماركت او كلام من هو بيسهل لك بس المعاملة بتاعتك. لو عندك حساب انصحك تعمل حساب موبايل بنك طبعا ده بتعرف رصيدك قد ايه، وممكن تشتري شهادات استثمار، وممكن تحول برضو فلوس انت عايز تحول له فلوس من خلال موبايلك فقط، من خلال تطبيق موبايل بنكي، وتطبيقين بتحملهم على الموبايل وتروح البنك بيفعلهم لك وخلاص. تقدر تشتري شهادات استثمار وكل حاجة. طبعا احنا كده يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع اللي احنا فيه. طبعا علشان تحمي نفسك طبعا الانواع دي بتبقى منها في زي فيزة ميزة زي الفيز اللي هي ايزي باي، بس ايزي باي ما اظنش اللي فيها اللي الكلام ايزي باي دي هي تربطها على الباي بال وخلاص كده تقدر تستخدمها على اي تطبيق. برضه كاش الباكات اللي بتاع فودافون والكلام اللي هي الميزة. وفي برضه بعض الفيز الثانية اللي نازلة جديدة برضه اللي هي فيها علامة الواي فاي دي. فأنصحك تخلي بالك يا صديقي من النقطة دي، علشان النظام الجديد يعني ممكن لو واحد حتى عنده اللي هو الفيزا بتاع اللي هو الفوري ممكن يسحب برضه لو انت منفذ العملية ويسحب. فانصحك ما تنزلش بأي كارت غير لما تكون انت محتاج انك تسحب بيه. مش بلاقي ناس شايله مثلا 5 6 7 10 كروت، مش منظره يعني، انا مش محتاجه اساسا. محتاج مثلا فلوس قرشين في المحفظه وخلاص، والبطاقه بمشي بيها، انما ما بمشيش بفاس كتير. وعلشان احمي نفسي من الموضوع لو واحد مثلا شخص جه جنبي ولف الماكينه زي ماكينه اي ماكينه اللي هي السحب الفوري دي والكلام ده، ولف مثلا وجه جنبي يعرف يسحب معلوماتي. فانا عشان احمي نفسي من الموضوع الفها ألمونيون، دف الفيزا اللي انت هتخرج بها بألمونيون. طبعا ده هيعمل عازل، الألمونيون هيعمل لك عازل، هيحمي معلوماتك من اي حاجة ومن اي كلام زي كده. وطبعا الموضوع علشان تحمي نفسك يبقى تعمل اللي انا قلت لك عليه وما تمشيش باي حاجة غير لما تروح تسحب فلوس بالفيزا بتاعتك. وزي ما قلنا يا صديقي ان الانواع دي كتير، في منها لبنك الاهلي، وطبعا كل البنوك يعني يعتبر عامله الخاصيه دلوقتي اللي هي بتاع اللاسلكي فانصحك يعني يا صديقي
ما تديش معلوماتك لاي حد وما تثقش في اي حد. مش اي حد يبعت لك يقول لك تم ايقاف حسابك يبقى ده هو طبعا تبع البنك، لا، انا اتصل على الكود اللي هو 19 3 8 لو بنك مصر. لو القاهره هتتصل طبعا على الكود اللي هو هتلاقيه مكتوب على الفيزا نفسه او على اي فيزا او فيزا البريد. ما اتصلش على اي رقم غير اللي هو مكتوب على الفيزا اللي هو يخص البنك نفسه. الرقم اللي يخص البنك نفسه اتصل عليه. مش اي حد يقول لي يبعت رسالة يبقى ده هو تبع البنك، لا، مش اي حد. فانصحك يا صديقي ما تتصلش على الارقام دي علشان تحمي معلوماتك وخصوصيتك، وبالطريقة دي تقدر انك تحافظ على معلوماتك. وطبعا في حاجات كتيرة اتعملت وتقنية كتيرة نزلت، والله اعلم لسه في حاجات كتيرة هتنزل. يعني ايه اللي هيحصل؟ كنا بنسمع عن حاجات زمان وما كانش اصلا كارت الميموري ده ما كانش نزل اساسا لسه، وطبعا الحاجات دي نزلت. وفي حاجات كتيرة بتنزل ولسه حاجات كتيرة هتنزل. يا ريت طبعا يكون الفيديو ده افادكم ان شاء الله. انا يعني ان شاء الله الفيديوهات دي علشان الواحد يعملها، فخلي بالك برضو بتبقى فيها قلق شوية، اللي هي بتبقى يعني التحذير والكلام دون. بس طبعا احنا نتوكل على الله وعمل وبتوعية وبنتكلم في الصح على اساس ننصح الناس وما تتضرش. فاحنا سايبينها لربنا وخليها على الله، ونفذ الكلام اللي انا قلته لك دون، وخلي بالك من محتوياتك ومعلوماتك. وفي النهاية بالتوفيق للجميع. ما تنسوش لايك، متابعة، شير للفيديو دون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.